اخوان، انتم تدرون ليلة البارحة شنو صاير؟ صاير كوارث. واحنا ما نزلنا شيء لكم لان ما نريد نضوجكم، لان صارت سلبيات مو طبيعية، صارت سلبيات اكثر من الايجابيات. احنا نزلنا الايجابيات وتركنا السلبيات لان ما نريد نضوجكم اكثر. فاخوان راح اسولف لكم نبذة من بعض السلبيات، ضروري نطلع ونسولف بيهن، لان احنا انما صناع محتوى للكاكاو مثلا. فشباب، مثل ما قلت لكم راح احكي لكم نبذه من بعض السلبيات. نبذه واحده. المهم، البارحه في قناه المجلس صارت شغله حيل ضوجتني، حيل قذتني. البارحه بقناه المجلس خالد جاسم سأل حكيم شاكر سؤال حرجه. خالد جاسم وين حس؟ وين درى موضوع حكيم شاكر؟ غير اكو احساس بالبشر، يعني اكو بشر يشوف بشر يحسه هو شنو هذا. فالبارحة خالد جاسم من بعد انتهاء مباراة منتخبنا الوطني أمام المنتخب اليمني سأل حكيم شاكر، قال له ليش أحسك ما فرحان بفوز المنتخب العراقي؟ حكيم شاكر ظل صافن بوجه خالد جاسم، لا يقدر يقول له إي ولا يقدر يقول له لا. زين بربك هم مستدعينك على مود شخصيتك مثلا؟ حكيم شاكر غير على مود العراق مستدعينك. وهسه شباب ما اقدر ازيد بالكلام، التعليقات مسموحة الكم وتقدرون تحشون بالتعليقات.